أنا مش هينفع أتجوّزه عشان لسه ما حبيتهوش. أنا مروة relationship coach وعايزة أقول لِك إن أنتِ لو حبيتيه احتمال كبير أوي، أوي يكون اختيارِك في الجواز مش أحسن حاجة. ليه بقى؟ لإن إحنا بنقيس قرار الجواز على الهرمونات اللي بتطلع في الحُب، وبنسمّي أصلًا القُرب الجسدي أو عينيه حلوة، الله على مسكة إيديه، هو ده الحُب اللي أنا عايزة أختار عليه جوزي. وبننسى إن في حاجات كتيرة أوي، أوي في شخصيته هتقول لِك أو هتبيّن لِك إذا كان الشخص ده أو الراجل ده ينفع يكون شخص مسؤول والّا لأ، ينفع يكون أب لولادِك والّا لأ، ينفع بعد كده يدّيكِ حُب وحنان بنفس الطريقة والّا لأ. فخلّي بالِك وأنتِ بتيجي تختاري شريك حياتِك ما تحطّيش بس إن أنا عايزة أحس معاه اللي هو الله نِفْسي أشوفه، الله أنا عايزة ألمسه، الله هاموت وأحضنه، مش هو ده الجواز خالص. بعد ما بتتجوّزوا الحاجات دي بتبقى عادية جدًا، وبيبقى بقى إيه، الشخصية، التفاهم، المسؤولية، نظرته ليكِ كسِت بيضطهدِك بقى والّا شايفِك إن أنتِ ليكِ رأي. ففي حاجات كتيرة أوي، أوي لازم إن أنتِ تختاريها وتقرّري عليها قرار الجواز، لكن هتاخدي قرار جوازِك إن أنتِ بتحبيه وفاكرة إن الحُب اللي هو الهرمونات بس اللي بتطلع في القُرب، لأ، صدّقيني هتختاري اختيار مش أصح حاجة. أنا مروة relationship coach ولو محتاجة أي استفسار يخُص العلاقات ابعتي لي وإن شاء الله أفيدِك وأساعدِك.